سلام. اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال الحرشه اللي بحال ديال الزنقه تماما وكل اسرارها باش تنجح معكم. انا راني فايته شاركتها معكم، ولكن بما ان السؤال كيتكرر قررت انني نعاود نشاركها معكم. ماشي مشكل، نفتح لكم بعدا واحد المرسو باش تشوفوا معايا. راه غير مشوفه باينه فيها هشيشه او رطبه بلا ما نشكرها لكم وصافي. بالنسبه للمقادير غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون. في بول درت الماء دافي، الملحه، السكر، الخميره الفوريه، عندي الخميره ديال الحلويات، وعندي زيت نباتيه. غادي نخلط كلشي حتى كيندمجوا، وثم كنضيف السميده رقيقه وكنحاول غير نجمعها ماشي نعجنها، وكنغداها وكنخليها حتى كتشرب وكترتاح. ملي كنوجد المقله ديالي، المقله دهنتها بالزبده ورشيتها برشه ديال السميده. خوت الخليط ديالي من بعد ما ارتاح، رشيت عليه رشه ديال السميده. كنحاول نسطح على هذا الشكل هذا حتى كتشد الفرن ديالها، وكنقادها بالملعقه من الفوق ومن الجوانب باش كتشد الفرن ديالها. كنتقابها بفرشيط باش ما كتنفخش، وكنحطوها فوق النار اللي تكون مجهده، ومره مره حركوها باش ما كتلصق ليكمش. بعد ما تحمرات كنقلبها، ما تغفلوش عليها حيت انا تخطفات ليا واحد شويه، ما عارف كيف جرى. وكنقلبها وكردها طيب من الجهه الاخرى. مره مره حركوها باش كتحمر من جميع الجوانب وما كتلصق ليكمش. ومن بعد ما تحمرات كنقلبها وتشوفوا معايا راه كتجي زوينه بزاف. ما تنساوش تشاركوا معايا تطبيقاتكم، وبالصحه والراحه. بسلامه.